كل شيء تيقارنوا بغوارديولا في التكتيك وانشيلوتي في الهدوء، ولكن السر الحقيقي ديالو جا من مهنه ما عندها حتى علاقه بكره القدم. محمد وهبي مدرب اللي تولى قياده اسود الاطلس في اصعب مرحله انتقاليه، وصنع التاريخ من جيل الشباب في تشيلي. هذا الفيديو ماشي مجرد قصه مدرب، هذه هي الكواليس الخلطه السحريه اللي جابها مع هذا العبقري من احياء بروكسل حتى الملاعب المغربيه. ربط الحزام، غندخلوا للكواليس غرفه ملابس الاسود في قلب العاصمه البلجيكيه بروكسل، وبالضبط في 7 اكتوبر 1976 تولدات واحد القصه، قصه طموح من نوع خاص. تما زاد محمد وهبي، هز معاه في دمه وعقليته روح الكفاح اللي ورثها على عائلته الريفيه اللي هاجرات في السبعينات من بلدة بن شيقر في الناظور لبلاد الغربة باش تبني مستقبل أحسن. ولكن كيفاش بدات علاقته بالكرة؟ الشرارة الأولى شعلات صيف 1986. محمد وهبي كان ديك الساعة دري صغير عنده 10 سنين، كيشوف الملحمة التاريخية ديال أسود الأطلس في مونديال المكسيك. هاد الإنجاز ما كانش بالنسبة ليه مجرد ماتشات كيتفرج فيهم ويفرح، بل كان النداء الأول اللي زرع في قلبه عشق هذه اللعبة وحلم خفي أنه واحد النهار غيكون جزء من هذا التاريخ. قبل ما يلبس محمد وهبي الصورفات ديال التدريب ويوقف في التيرانات الكبار، دوز سنوات من حياته في واحد البلاصة ما غتخطرش لك على البال. محمد وهبي كان أستاذ في مدرسة ابتدائية في بلجيكا سميتها شارل بولس. وسط هذوك الأقسام وهبي ما كانش كيشرح الدروس ويصحح الدفاتر، ولكن كان كيتعلم أهم حاجة في التدريب، الذكاء العاطفي وكيفاش يتعامل نفسيا وبيداغوجيا مع الدراري الصغار ويخرج منهم أحسن ما عندهم ويخليهم يكسبوا الثقة ديالهم. هاد التجربة في التعليم ما كانش ضياع الوقت، ولكن كانت هي الخلطة السرية اللي بنى عليها قاع الفلسفة ديالو. من بعد تحول من معلم كيكتب بالطباشير في السبورة لواحد المهندس تاكتيكي كيفك لك الشفرات ديال الخصوم وكيقنع نجوم كبار يلعبوا على قبل الراية والقميص الوطني. محمد وهبي ما كانش لعاب مشهور، اعتزل وعطوه فرقة واجدة، ولكن حفر على القمة التداري وبداها من التحت. قاع البداية ديالو وهو دري صغير في سن 21 بدا كيدرب الدراري الصغار في نادي ماكابي بروكسل من 1997 حتى ل 2003. تما فين تعلم اساسيات القيادة وبنى الساس بلا ضغوطات ديال الصحافة او النتائج. في 2003 غيدير خطوة كبيرة والتحق بنادي اندرليخت العريق، دوز معاهم 17 عام، تدرج فيها في كاع الفئات السنية من الدراري اللي عندهم اقل من 9 سنين حتى الفريق الرديف. تما فين سقل الموهبة ديالو وعرف كيفاش كيتصاوبوا النجوم. في موسم 2014-2015 دار البوز وفاجأ أوروبا كاملة ملي قاد شبان اندرليخت نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب، ووقف فرق ميزانياتها اللي خيالية. هاد المسيرة كاملة توجها بأعلى دبلوم تدريبي في العالم، وحصل على الرخصة اللي كتخليه يدرب أي فرقة في العالم وهو مرتاح، الويفا برو. دخل محمد وهبي لمنظومة الإدارة التقنية الوطنية، ما جاش غير باش يعمر البلاصة، ولكن دار واحد الثورة حقيقية قلبات كاع الموازين، وقاد جيل الشباب لواحد الإنجاز اللي كان كيبان مستحيل. تتويج تاريخي بكأس العالم تحت 20 سنة في تشيلي في 2025، ولأول مرة في التاريخ ديال الكرة المغربية والعربية. هادشي من بعد مد معاهم وصافة كأس إفريقيا في مصر. أمورا هاد الملحمة المونديالية طلع نيشان وأشرف لفترة قصيرة على منتخب الأمل باش يكمل البروجي ديالو. وهاد المسيرة الأسطورية كان لازم تسالي في المكان الطبيعي ديالها. في مارس 2026 تم التعيين ديالو رسميا كمدرب للمنتخب المغربي الأول خلفا لوليد الركراكي باش يبدا عهد جديد للكرة المغربية
عنوانه تكتيك والشباب وعقلية الفوز. محمد وهبي ماشي مجرد مدرب جاء يعوض مدرب آخر، هذا بروفايل جديد كيبني المستقبل الكرة المغربية لسنوات جاية، من أقسام بلجيكا والطباشير لقمة العالم مع الشباب، ودابا بلان جديد مع المنتخب الأول. المعلم حط الساس والأسود واجدين لأي معركة تكتيكية. قولوا لنا في التعاليق واش كيبان لكم محمد وهبي هو الرجل المناسب اللي غيمشي بالمنتخب بعيد، ولا كانت عندكم آراء أخرى؟ قولوها في التعاليق. تشاو، نشوفكم في فيديو اخر.